كاين المود ديال الصهد، وإلا كنتو ساكنين في المدينه يقدر كاع يكون عندكم الصهد اكثر من في بلايص اخرين. علاش؟ اليوم غادي نشرح لكم علاش حنا عايشين في فراغن ماشي في مدن. الزناقي وساحات معدنيه، هندسه ما كتاقلمش مع المناخ ديالنا، والاعتماد على الكليماتيزور وهما بعض من العوامل المهمه اللي كتزيد في الصهد في المدن ديالنا. غادي نوريكم حتى الحلول اللي نقدروا نستعملوهم باش نبردوا القضيه. مرحبا بكم في حلقه جديده ديال كيفاش وصلنا لهنا. المغرب اصلا بلاد سخون، ولكن هذا الصهد راه بعيد كل البعد على الصهد اللي مولفين عليه. والسبب الكبير هو واحد المشكل اللي في نظري ما كندويش عليه بزاف، اللي هو تغير المناخ. غادي نحاول نبسط هذا المشكل اللي ضخم واللي كيبدل العالم اليوم ومازال غيبدلو. حنا كاملين عايشين فوق الكره الارضيه وكنتنفسوا الاكسجين، وفي الجو ديالنا كاينين غازات مختلفين، ومنهم اللي كيمكنوا الارض تشد السخونيه وهما اللي كيشكلوا الجو. هاد الغازات بحال CO2، الميثان، البروتوكسيد دازوت كيجيو من مصادر طبيعيه، مثلا البراكين، تنفس الكائنات الحيه والبحور، ولكن بداو كيتزادوا بصح مع الثوره الصناعيه. كل ما بدينا كنستعملوا المحروقات كل ما بداو كيتزادوا. اليوم كاع المجالات عندها واحد المساهمه في ازدياد هاد الغازات، من الصناعه، التنقل، الفلاحه، البني، وحتى هاد الفيديو اللي كتفرجوا فيها في يوتيوب. وما حدنا كندوي على يوتيوب، ما تنساوش تابوناو وديروا لايك. هاد الغازات الا فاتوا واحد القياس اللي طبيعي كيتسببوا في الاحتباس الحراري اللي كنعرفوه اليوم. يعني الحراره كتزاد على العموم في الكره الارضيه وكتسبب في مشاكل كثيره بحال تغير المناخ. يعني كيولي الصيف سخون وطويل، ما كتبقاش تجي الشتاء بزاف، وكيتزادوا العواصف. وهادو كلهم مشاكل شفناهم هاد السنين الاخرى في المغرب، وما كتمثلش حتى 0.1% ديال المشاكل اللي غيخلقها الاحتباس الحراري في المستقبل. هذا الموضوع مهم بزاف، غادي نطولوا في فيديو اخرى، ولكن كان خصكم تفهموه حيت تغير المناخ هو اللي غيزيد يمحلنا في المغرب، خصوصا من ناحيه الصهد والفيضانات. نرجعوا للموضوع ديالنا. السبب الاول ديال الصهد هو المواد اللي كنستعملوا باش نصاوبوا المدن ديالنا. حيت واخا الشمس كتصيفط لنا سخونيه على شكل اشعه، الطريقه باش كيأثروا فينا عندها علاقه بالمواد اللي كنستعملوا في البني والبلايص فين كيوصلونا هاد الاشعه. السطوحه هما اول بلاصه كيدخل منها الصهد، حيت هي اللي كتضر فيها الشمس اطول مده. الا كانت دارك مسقفه بالزنق مثلا راه كيدخل لك الصهد بسهوله. والا ضربت الشمس في الجاج كتزاد الحراره وكتبقى مجموعه، كيوقع هنا احتباس حراري. هاد اللعيبه كتوقع في الشراجم، ولكن اكثر كاع الا كانت لا فاصاد كامله بالجاج. وغتكونوا كاملين دخلتوا شي طوموبيل في الصيف بحال داخلين جهنم. ايوا السبب هو الجاج، كتبقى تضرب فيه الشمس. بطبيعه الحال حتى الحيوطه كيشدوا الصهد، ولكن بشكل وبسرعه مختلفه على حسب باش مصاوبين. حتى في الليل فاش كتمشي الشمس كيبقى الصهد، حيت المواد باش مصاوبه المدينه كيكونوا في اغلبيه معدنيه، كيشدوا الصهد بالنهار وكيطلقوه بالليل. المواد المعدنيه هي كاع المواد اللي ما كيدوزوش الماء وكيشدوا الحراره، مثلا البيطون، الكودرون، الرخام الى اخره. تخيلوا معايا كاينين اليوم ساحات في المغرب اللي مصاوبينهم قدام بنايات جداد، مثلا المحطه ديال قنيطره اللي قدامها واحد الفضاء كبير، ساحه كامله فيها حتى حاجه اللي كدير الظل، مقله ماشي ساحه. كاينين بزاف ديال الامثله بحال هذه. السبب الثاني ديال الصهد هو اللون ديال المواد اللي كنستعملوا. كل ما كيكون اللون غامق كل ما كيشدوا اكثر ديال الحراره. راكم عارفين ديك اللعيبه ديال الا كنتي لابس الكحل في الصيف كتزيد تصهد. هذا العامل كيتسمى الالبيدو في الفيزياء. وكل ما استعملنا مواد اللي مفتوحه كل ما كنقصوا الكميه ديال الطاقه اللي كتخزن. مثلا الا قارنا ما بين طريق بقودرون مع طريق لونها مفتوح غادي يكون فرق في الحراره بيناتهم. داكشي علاش كاينين مدن بحال لوس انجلوس اللي كيصبغوا الطرقان بالبيض في الصيف باش ينقصوا الحراره. العامل الثالث هو الطريقه باش كنتنقلوا اللي كتساهم حتى هي بشكل كبير في الصهد.
بالاخص الطوموبيل اللي كتزيد الصهد سواء بطريقه مباشره بالمحرك ديالها او لا بالطرقان والمساحات الكبار اللي كتاخذها البنيه التحتيه الطرقيه اللي كما قلنا كيستعملوا فيها مواد اللي كيزيدوا الصهد حيث معدنيه وكحله في اغلبيه الاحيان. علما ان الطوموبيل هي واحد من اول واهم انواع التنقل في المغرب، راه عندها واحد التاثير مباشر على الحراره. واحد العامل اخر هو ان المدن ديالنا فيها واحد الكثافه ديال البني كبيره بزاف، السكان كيتضرروا كثر بالصهد خصوصا في الاحياء الشعبيه. هاد البنايات اللي كيكونوا مدكسين ما كيخليوش الهواء منين يدوز، وكيبقى الصهد يتجمع بالليل وبالنهار. كاع هاد العوامل كيخلقوا واحد الفينومين كيتسمى ايلو دو شالور اوربان، وإلا ترجمناها هي جزيره ديال السخونيه. هاد الظاهره كتعني ان كيوليو عندنا شي بلايص في المدينه اولا كاع كتولي المدينه كامله فيها الصهد اكثر من المناطق اللي دايرين بها. وهاد المشكل كيظهر بالضبط فاش ما كتبقاش درجات الحراره كتهبط في الليل من الشمس كتغرب. غتقولوا لي واش شريف مالك صدع راسك جلست تبرد راه كاينه لاكليم في الدار؟ وغادي نقول لكم بلي لاكليم ماشي هي الحل. علاش؟ الكليماتيزور بحال الفريغو ماشي كيخلقوا البرد من الزيرو، ولكن غير كيحولوه من واحد البلاصه بلاصه اخرى. فاش الثلاجه كتبرد راه كتسخن الكوزينه، لاكليم كتبرد الدار ولا الطوموبيل وكتسخن الزنقه. غير هو لاكليم والثلاجه ما عندهمش نفس البويسونس، يعني ان لاكليم اولا كتستهلك طاقه اكثر، وثانيا حيت عندها علاقه مباشره مع درجه الحراره برا. كل ما طلعات درجه الحراره كل ما كتنقص المردوديه ديالها، حيت اغلبيه ديال لي كليماتيزور اللي كيتباعوا كيكونوا مصوبين على حساب 35 درجه، وحنا عارفين باللي اليوم غادي نحطموا هذا الرقم. غير هذا الصيف مراكش وصلت ل 52 درجه. بحال هذا الصهد كان ضرب اوروبا في 2003 فاش كان جاتهم 3 ديال السيمانات ديال الحراره اكثر من 40 درجه، وكانوا ماتوا فيها 70,000 واحد. وهنا فهمنا باللي الناس اللي غيتضرروا اكثر هما الناس الكبار واللي عندهم امراض مزمنه. وفي هذه الحاله غادي نقول لكم باللي لاكليم تقدر تعاون هاد الناس، ولكن راها كتحل غير الاعراض ديال المشكل ما كتمشيش للجذر. اذا الا كل شيء بدا كيستعمل لاكليم راه المشكل ما كيتحلش، غير كنحولوه من واحد البلاصه لبلاصه اخرى. غتقولوا لي ايوا شنو المعمول؟ فاش كيكون الصهد الاولويه هي انك تحبسه باش ما يتزادش. داكشي علاش خاصنا بعدا نديروا الظل كيعني غرس اشجار ونباتات في المدن اللي كتمكننا في نفس الوقت اننا نبردوا الزناقي والاحياء ديالنا بلي فابو ترانسبيراسيون، يعني العرق ديال الشجر اللي كيزيد في الرطوبه وكيبرد الهواء. ولكن الا بغينا نغرسوا خاصنا نعرفوا شنو غادي نغرسوا. خاصنا شجر ما كياكلش الماء بزاف، كيقاوم الجفاف وكيقدر يكبر في الحجم ديالو. نقدروا كاع ندويو على واحد المزيه اخرى اللي في الشجر اللي كلشي كيعرفها، هي ان اي حاجه طبيعيه زدناها في المدن ديالنا كتقلل المستوى ديال الستريس والضغط اللي عند السكان ديال المدن. نقدروا نزيدوا على الظل الماء على شكل نافورات كما كان في الجرادي ديال الاندلس مثلا، واخا يكون كاع غير الماء قليل، نافوره صغيره ولا غير في الشاشات كيكفي باش يبرد الفضاء. ومن الاحسن الواحد يستعمل الماء في اسخن وقت في النهار الا كنا باغيين نقتصدوه، وفضاء اللي فيه الظل من الافضل. اليوم الفضاءات الخضراء قلال بزاف في المغرب، وفاش كيصاوبوهم ما كيكونوش كافيين وما مفكرينهمش مزيان، حيت فضاء خضر اللي 50% ولا اكثر ديالو خام اولا مرسوم كشكل داير حول شي نافوره واللي كتضر فيها الشمس النهار كامل ما كنعتبروش شخصيا كيحل هذا المشكل. والغازون ماشي فضاء اخضر، ما كيصلح لوالو حتى هو، كيتحرق في المناخ ديالنا، كياكل الماء بزاف، وحتى هو فكره جاينا من برا بحال النخل اللي دويت عليه في هذا الفيديو. باش نقدروا نزرعوا اكثر خاصنا نحولوا الاراضي ديال المدن ديالنا، يعني نقصوا من المواد المعدنيه، نخليو التربه تعاود تحيا، وكل ما قللنا من المساحات المعدنيه اللي كتحبس المياه كل ما غادي نسهلوا الغرس، وكل ما الفضاءات العامه ديالنا
غاديين يبقاو باردين في الصيف حيت التربه كيشدوا الرطوبه اللي المواد المعدنيه كتصيفط نيشان في القادوس. اليوم عندنا الشتا قليله وغدا وكتقلال، خاص القطره اللي طاحت في بلادنا يستافدوا منها التربه وما تمشيش نيشان في القوادس. هادشي غيمكننا حتى في الشتوى نقصوا الفيضانات اللي عندهم علاقه مباشره مع الكميه ديال الماء اللي كيمتصوها التربه. ولكن الا بغينا نبدلوا الاراضي ديالنا خاصنا نتسائلوا على البلاصه اللي كتاخذها الطوموبيل في المدن ديالنا، حيت هي السبب الرئيسي في تجهيز الاراضي بطريقه معدنيه. حل ثاني باش نتفاداو الصهد هو اننا نحميو البنايات ديالنا من الشمس، ونقدروا نستعملوا دراجات بحال كما كنديروا في بعض المدن والسويقات القدام ديال المغرب. ويمكن اهم حاجه نقدروا نديروا هي نقصوا العدد ديال الشراجم والجاج اللي كتضرب فيه الشمس نيشان باستعمال دي بغي سولي. ولكن واحد الحاجه اخرى ديما كنساوها هي السطوحه اللي دوينا عليهم قبيله، ونقدروا نديروا نباتات في السطوحه اولا نصبغوهم بالبيض، اولا كاع الا كانوا الامكانيات نديروا فيهم دي بانو سولير باش نديروا الظل والضوء في نفس الوقت. واحد العامل حتى هو مهم بزاف هما المواد باش كنبنيو. كل ما بنينا بمواد اللي عندهم واحد لينيرسي تيرميك يعني جمود الحراري كبير، كل ما غادي يبقى الداخل ديال الديور ديالنا بارد. مثلا الا بنينا بالتراب ولا بالحجر غادي نحميو البنايات ديالنا بشكل مهم من الصهد اللي برا. طريقه اخرى باش نقصوا الصهد في ديورنا هي تحسين التهويه. خاصنا نرمموا البنايات ديالنا اللي ديجا مبنيين ونحاولوا نكثروا من البلايص فين يكونوا لي كوروندير. وفي البني الجديد خاص كاع الشقق يكونوا كيمكنوا دير كوروندير، يعني الفرنسيه كيقولوا ترافيرسون، يعني اللي هو كيدخل من بلاصه ويخرج من بلاصه اخرى. في نفس الوقت خاصنا نبردوا باستعمال ادوات ديال التهويه عوض التكييف، حيت ففاره كتحرك الريح السخون وكتمكنوا انه يخرج من الدار. وفي نفس الوقت كتكثر الهواء اللي كيدوز فوق من الذات ديالنا، شيء اللي كيزيد في الفعاليه ديال العرق ديالنا اللي اصلا كيمكننا من اننا نتبردوا. الففارات كيبردونا بلا ما ياكلوا نفس الكميه ديال الضوء وبلا ما يجمعوا الصهد في نفس البلاصه. اليوم مشكل كبير عندنا في تصميم المدن في المغرب هو غياب معلومات دقيقه كتمكننا من رصد الحراره في الاحياء ديالنا. وما حدنا ما عارفينش فين كاينين المشاكل بالضبط ما غنقدروش نحلوها. بزاف ديال المدن في العالم كيصاوبوا اليات اللي كتمكنهم باش يتوجدوا للصهد اللي مازال غيجي، بحال لي زاتلاس كليماتيك ديال المدن الفرنسيه اللي كيمكنوهم يعرفوا اش من احياء غيسخنوا كثر باش يقدروا من بعد يحولوهم. اليوم كندويو بزاف على التكنولوجيا كحل المشاكل ديالنا، ولكن في بلاصه ما ندويو على التكنولوجيا خاصنا ندويو على التكنولوجيات. كاينين بزاف ديال الطرق باش نبردوا وشي وحدين فيهم قدام وبساط والتكلفه ديالهم هابطه بزاف. المدن القدام، الرياضات، القصور كلهم عندهم شكل معماري كيبرد الفضاءات، زناقي صغار، تهويه من جويه مختلفه، حيوط غلاظ، جرادي داخليه. وعندنا ادوات باش نصمموا مدن بارده ولكن نسيناهم. كاع الحلول اللي دويت لكم عليها كتمكننا نخلقوا جزر ديال البروده، يعني العكس ديال جزر الصهد اللي دويت عليها قبيله. يعني بلايص في المدينه اللي تقدر تمشي لهم باش تبرد واللي درجه الحراره كتكون فيها هابطه على المعدل ديال ديك النهار وعلى درجه الحراره ديال الاحياء والبلايص اللي دايرين بهم. غتكونوا فهمتوني. الا كنموتوا اليوم بالصهد راه ماشي غير بسبب الشمس ولا حيت حنا بلاد سخون، ولكن واحد العدد ديال العوامل مجموعين: تغير المناخ، مواد ديال البني ما ملائمينش، الكثافه ديال البني، واستعمال الكثير ديال لاكليم. هذا المشكل ما عندناش غير حنا في المغرب، هذا تحدي كتعرفوا البشريه كامله، ولكن حنا معطلين بزاف في الاستعداد لهذا الصهد، واخا حنا اللي غادي نتضرروا به اكثر. ما تنساوش ديروا لايك الا فاتكم هذا الفيديو، وتابوناو الا بغيتوا اكثر ديال الفيديوهات على المدن والهندسه المغربيه. يلا تهلاو.